الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة ودايما موفقين ودايما ان شاء الله بدرجات التمني ودرجات التوفيق اللي تسعدك وتسعد اهلك وتسعد قلبك بإذن الرحمن. الفيديو ده هيكون منقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاول الا وهو المقدمة اللي احنا هنتكلم فيها بكل اختصار وبكل بساطة عن نظامنا وعن بكل بساطة الحاجة المجانية اللي احنا هنقدمها وازاي هنستمر في كده وازاي بإذن الرحمن تقدر ان انت تستفاد باكتر كمية من قناتي على اليوتيوب. والجزء الثاني باذن الرحمن هندخل فيه الشرح، وقبل ما نشرح هنعمل جزء للتاسيس على الدرس بتاع النهارده الا وهو الدعامه في النبات. وبعد ما نعمل جزء التاسيس يعني الحاجه اللي من سنه اولى ومن سنه ثانيه نبدا اللي احنا نربطها بحاجه سنه ثالثه باذن الرحمن، واي فيديو على مدار السنه باذن الرحمن في المقدمه بتاعته هتكون فيها جزء التاسيس. لان بكل بساطه بلاش نعمل فيديو للتاسيس كل المنهج مع بعضه ونقول دوت اتفضل يعني دوت الفيديو بتاع التاسيس وهكذا وخلاص. لا، انا بنظامي اللي انا كل درس اي حاجه مربوطه فيها من سنه اولى ومن سنه ثانيه انا بقدمها للطالب حصه بحصه، بحيث اللي هو يكون يعني في استدراك دايما وبيقررها دايما من مذاكرته. ما اقدرش اللي انا مثلا عمري هعمل له حصه تاسيس على المنهج كله واسيبه واقعد اشرح في منهج ثالثه ويبقى انا كده استفدت ايه مع الطالب. الجزء الثالث وباذن الرحمن اللي في الفيديو ده احنا كل حصه بنلم التكات والحركات بقى والملاحظات واي حاجه في كل درس باذن الرحمن معمول لها كده مذكره، لما كل التكات وكل الملاحظات من اول السنه لحد نهايه السنه باذن الرحمن، عشان ما تجيش حضرتك تيجي يعني ليالي المراجعه تقعد تفكر ازاي اللي انت في ملحوظات وفي تكات. لا، احنا لمين كل ده من بدايه اول حصه لينا باذن الرحمن، ودي اول حصه لينا مقدمه مجانيا باذن الرحمن خالصه لوجه الله على اليوتيوب. بسم الرحمن وبسم الهدى وبسم التقى بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا النهاردة ونبدأ شرحنا النهاردة ألا وهو جزء بسيط خالص، جزء جميل خالص، جزء بسيط خالص، ألا وهو الدعامة في النبات. هنعرف إن شاء الله الدعامة دي بتتكلم في إيه، هنعرف إن شاء الله الدعامة ديتي إيه الحاجة اللي مربوطة من سنة أولى ومن سنة تانية. هنعرف بإذن الرحمن جميع التكاد وجميع الملاحظات اللي أنت لازم تعرفها عن الدعامة في النبات. بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ثم أما بعد صلى على الحبيب قلبك يطيب. باذن الرحمن يا شباب احنا في الجزء الثاني من الفيديو بعد ما خلصنا المقدمه. الجزء ده بنتكلم فيه بكل بساطه عن التاسيس وعن شرح الدرس باذن الرحمن. التاسيس ده فكرته ان انا بجيب لك الحاجه اللي من سنه اولى ومن سنه ثانيه ثانوي بنشرحها قبل ما نشرح الجزء بتاع سنه ثالثه ثانوي. ودلوقتي انا محتاج فيه كشكولك وشويه اقلامك كده يا برنس عشان تكتب ورايا الحاجه ديتي، او لو انت عاوز تاخد سكرينات من الفيديو براحتك خالص. اهم حاجه يا شباب اللي انتوا تكونوا فاهمين الحصه ومتنسوش الدعوه الجميله، ومتنساش باذن الرحمن اللي عندك جروب واتس اللي انت لو انت عاوز تسال في اي حاجه تقدر اللي انت تسال باذن الرحمن على الجروب بتاع الواتس. وباذن الرحمن احنا شارحين يعني احنا هنشرح الفصل الاول مجانا على قناتي على اليوتيوب، وباذن الرحمن الفصل الثاني والثالث والرابع والبيولوجيا الجزئيه باذن الرحمن هنعلن كافه الاعلانات اللي انت تقدر اللي انت تستفاد منها بحاجه بسيطه خالص. يعني كل اللي محتاجه منك الحاجه ديتي اللي انت دعوه جميله، محتاج منك تعليق، محتاج منك لايك، محتاج منك اشتراك في القناه وشويه يعني الاشتراكات والحاجات ديت، يعني شويه الحبشكنات اللي انت عارفهم دول عشان خاطر ايه؟ يعني عشان خاطر يعني غيرك يستفاد. وبالتوفيق دايما يا شباب، ويلا بينا. بسم الرحمن وبسم الهدى وبسم التقى بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده الفصل الاول يا شباب بيتكلم عن حاجتين مهمين جدا الا وهي الدعامه والحركه. بكل بساطه يا شباب وبكل هدوء، يعني ايه كلمه دعامه ويعني ايه كلمه حركه؟ هقول لك والله تعالى نستنتج كلمة الدعامة وكلمة الحركة من سنة أولى ومن سنة تانية ثانوي. هقول لك والله كنا بناخد 7 عمليات حيوية في سنة أولى ثانوي. اتفقنا وقلنا اللي احنا عندنا كده هوتي 7 عمليات حيوية.
طيب ايه هم يا مستر السبع عمليات حيويه دول، واحنا درسنا منهم ايه ولسه ايه؟ هقول لك والله السبع عمليات الحيويه احنا درسنا منهم 5 حاجات في سنه تانية ثانوي، وجايين نكمل حاجتين مهمين جدا في سنه تالتة ثانوي. طيب مستر ايه هم ال5 حاجات دول؟ هقول لك والله في سنه تانية ثانوي بدانا بحاجه اسمها التغذيه، وعرفنا بقى التغذيه كامله. طيب تاني حاجه يا شباب بدانا ندرس النقل، بعد كده درسنا التنفس الخلوي. بعد كده يا شباب الترم الثاني من سنة تانية درسنا حاجتين، ألا وهو الإخراج والجهاز العصبي. طيب يبقى احنا كده بكل بساطة درسنا الحاجات الأساسية عندي، ألا وهي التغذية، النقل، التنفس الخلوي، ويعني فكرة التنفس سواء الخلوي أو اللا خلوي. وبعد كده درسنا الإخراج، وبعد كده درسنا الجهاز العصبي أو جزء مهم جدا من ضمن الأجهزة اللي هو الجهاز العصبي. طيب دوت بكل بساطة من العمليات الحيوية، ال5 حاجات دول العمليات الحيوية اللي احنا درسناهم. لسه بقى جايين نكمل المسيرة دهيت في حاجتين بسيط جدا، اللي هي بكل بساطة الدعامة والحركة، وهندرس كمان جزء اسمه التكاثر، اللي ازاي الكائن الحي بيتكاثر. قلت لك كمان في سنة اولى ثانوي اللي التكاثر ديت عملية مش مهمة للكائن الحي، اهم حاجة ال6 عمليات حيوية اللي هي التغذية. يعني ايه كلمة تغذية؟ يعني بكل بساطة اللي انت محتاج اللي انت تاكل عشان خاطر اللي انت تطلع طاقة ATP فتقدر اللي انت تتحرك. تاني حاجة اخدناها النقل، ازاي لما انت بتاكل من الاجهزة اللي هتنقل لك الاكل ديتي. وبكل بساطة اخدنا بقى الاوعية الدمويه، واخدنا الكلام ده كله اللي ازاي اللي انت هتقدر تستفاد من التغذيه. وبعد كده اخدنا التنفس، وعرفنا اللي فيه تنفس خلوي وفيه تنفس لا خلوي. بكل بساطه انت هتعمل تنفس ازاي، او الجهاز التنفسي في الانسان. وبعد كده اخدنا فكره الاخراج، اللي انت بعد ما تعمل الليله دي كلها هتعمل ايه؟ هتعمل الاخراج اللي هو الجهاز الاخراجي. وبعد كده اخدنا يا شباب الجزء العصبي، اللي ازاي الاجهزه كلها تبدأ اللي هي تتحرك بواسطة الجهاز العصبي. احنا بقى جايين نتكلم النهاردة وجايين نكمل الحدوتة دي كلها في جزء بسيط خالص اسمه الدعامة والحركة. ازاي اللي انا هقدر احرك الكائن الحي اللي عندي، ازاي اللي انا هقدر احرك الكائن الحي ده، وهو بيتكون من ايه؟ ديت فكرة الدعامة، ايه الحاجة اللي هتدعم لي الكائن الحي. امال الحركة ازاي اللي هو يعمل لي حركة ويعمل لي انجاز. طيب اما جزء التكاثر باذن الرحمن دوت الدرس الثالث، دوت الفصل الثالث الشابتر الثالث، اللي دوت عندي اهم فصل في المنهج، فصل التكاثر. وده اللي ان شاء الله اللي هيكون فيه تكات كتيرة جدا وفي محاضرات كتيرة جدا على التكاثر، وبإذن الرحمن في مراجعات كتير وامتحانات. وافكرك في امتحان تحت في الوصف على الحصة بتاعت النهاردة، فخلص يا برنس وامتحن على طول. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. ما تنساش تصلي على النبي على طول، لعل قلبك يطيب يا عم، لعل قلبك يطيب بذكر الرحمن وبذكر الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا شباب بقى، كرستك الجميلة، تعالالي مع الخلية، تعالالي مع الجزء اللي انت درسته في سنة اولى ثانوي في النص الثاني بتاع المنهج في الترم الاول. بدأنا نشرح فكرة الخلية يا مستر. طب احنا يا مستر كنا في النص الاولاني كنا بنتكلم عن العمليات الحيوية، كنا بنتكلم اللي ازاي الانسان هيقدر اللي هو يستفاد، ازاي الانسان هيعمل كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات والكلام ده كله. بعد كده في النص الثاني بقى في الترم الاول اخدنا كلمة خلية. انا عاوز اعرف بقى النهارده يا شباب يعني ايه كلمة خلية، يعني ايه كائن حي، يعني ايه الفرق ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. هقول لك والله بكل بساطة الخلية بتختلف من كائن حي. انا قلت لك الكائن الحي منقسم لحاجتين، نبات والحيوان. طيب النبات ده يا شباب هنشرحه بالتفصيل، والحيوان ده هنشرحه بالتفصيل. طيب بس يعني نشيل كلمة الحيوان دي بقى ونحط مكانها كلمة إنسان، لأن الدعامة والحركة هنتكلم عن جزء في النبات وجزء في الإنسان. أي حاجة في الأحياء بتكون منقسمة لحاجتين، النبات والإنسان. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. مبدئيا كده يا شباب قلنا ان الخليه دهيتي بتتكون لي من جدار خلوي. الخليه النباتيه بتتكون لي من جدار خلوي، بتتكون لي من غشاء خلوي او بنسميه الغشاء البلازمي، وبعد كده بتتكون لي من الفجوه العصاريه، وبعد كده بتتكون لي من السيتوبلازم،
ومن البلاستيده الخضراء اللي انت كنت بتاخدها عشان تعمل لي عمليه البناء الضوئي، السي او 2 زائد الاتش 2 او تطلع لي جلوكوز وتطلع لي ميه وتطلع لي اكسجين. طيب وبعد كده بتتكون لي من النواه، وبعد كده بتتكون لي من الميتوكوندريا اللي هي مصدر الطاقه، اللي هي مصدر الاي تي بي. طيب يا شباب بكل بساطه احنا جايين نعرف الاختلاف ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. انا هنا قلت لك يا شباب اللي فيه جدار خلوي، في غشاء بلازمي، في فجوه عصاريه، في سيتوبلازم، في بلاستيه خضراء، في نواه، في ميتوكوندريا. طيب تعالى بقى نتنقل لتركيب الخليه الحيوانيه بس في الانسان. هنلاقي بكل بساطه اللي ما فيهاش جدار خلوي، خاليه من الجدار الخلوي. ليه؟ لان انا عندي هنا في الانسان جهاز مناعي، ان شاء الله هنعرف كده المناعه في الفصل الرابع. ما عندي المنهج محتوي على 4 فصول: دعامه وحركه، الهرمونات، التكاثر، المناعه، وبعد كده جزء بسيط كده غيره اسمه البيولوجيا الجزئيه، ده الدي ان ايه والار ان ايه. احنا مركزين النهارده على اول فصل اللي هو الدعامه والحركه. طيب انت لو بصيت للخليه النباتيه وبصيت للخليه الحيوانيه هتلاقي بكل بساطه ان الخليه الحيوانيه ولا فيها جدار خلوي ولا فيها بلاستيده خضراء. طيب البلاستيده الخضراء هنا هو كانت بتعمل لي ايه في النبات؟ كانت بتطلع له الغذاء اللي هو سي 6 اتش 12 او 6 اللي هو الجلوكوز. امال عندنا يا مستر عندنا جهاز هضم، بقدر اللي انا باكل فبنتج الجلوكوز براحتي، وبقدر اعمل الحركه بتاعتي، بقدر اطلع الاي تي بي من الجهاز الهضمي بتاعي اللي انا باكل الاكل ده يتقسم يطلع لي الاي تي بي. امال في النبات يا شباب انا بعتمد على البلاستيده الخضراء اللي هي تدي لي الطاقه بتاعت النبات اللي هي الاي تي بي، بتطلع لي الجلوكوز بقى يتاكسد والكلام ده كله وانت عارف بقى اللي هو التنفس في النبات يطلع لي الاي تي بي. طيب امال الخليه يا مستر الحيوانيه، الخليه في الانسان هنلاقي اللي ما فيهاش بلاستيده خضراء لان عندي جهاز هضمي اقدر من خلاله اللي هطلع سي 6 اتش 12 او 6، فبكل بساطه بطلع من خلاله الاي تي بي. طيب يا مستر طب الجدار الخلوي ده هو المناعه في النبات، هو الشابتر بتاع المناعه في النبات. طيب المناعه يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لما بجيب جسم غريب ادخله جوه الخليه النباتيه فالجهاز الجدار الخلوي يتصدي لي، هو الجيش اللي واقف، هو اللي بيقول لي انا مش هعديك، انت جسم غريب جاي تعمل لي ايه؟ هو ده بكل بساطه الجدار الخلوي في الخليه النباتيه. امال في الخليه الحيوانيه؟ في الخليه الحيوانيه انا عندي جهاز مناعي، عندي جيوش، عندي مكان الجيش 1 و2 و3 و4، عندي 1 و2 و3 مفيش 4 دي، الاربعه ديت بقى هنعرف بقى الاجسام المضاده بقى والكلام ده كله هنقدر من خلاله نهاجم جميع يا مستر جماعه سمعني جميع الكائنات الممرضه اللي بتدخل. عندي جهاز مناعي قوي بيحتوي على جيش اول وثاني وثالث، ده في الانسان. امال يا شباب في النبات الجهاز المناعي بتاعي هو الجدار الخلوي. امال في الانسان يا مستر شلنا الجدار الخلوي ده خالص وجبنا الجهاز المناعي. طيب قلنا الخليه بكل بساطه الخليه الحيوانيه فيها جدار خلوي وفيها بلاستيد، قلنا الخليه الحيوانيه ما فيهاش ولا جدار خلوي ولا فيها بلاستيد يا شباب، يبقى ده الاختلاف ما بينهم. تمام؟ يبقى ده الاختلاف ايه ما بينهم. قال لك والله الحجم في النبات اكبر من الحجم في الانسان، يعني الخليه النباتيه اكبر من الخليه الحيوانيه. تمام. بعد كده يا شباب قلنا الشكل هنا انت شايفه ايه؟ مستطيل، هنا مستديره. يعني ايه كلمه مستديره؟ يعني دائريه. طيب بعد كده يا شباب عندي هنا في جدار خلوي وقلنا فيه غشاء بلازمي. يعني بكل بساطه الاختلاف بسيط خالص. الاختلاف هو ايه يا مستر؟ الاختلاف اللي فيه هنا بلاستيده خضراء وجدار خلوي، ومفيش هنا في الخليه الحيوانيه مفيش ولا جدار خلوي ولا في بلاستيده خضراء. طيب في عندي برضو التركايه اللي مفيش هنا جسم مركزي، وانت عارف وظيفه الجسم المركزي في الخليه النباتيه. عندي بقى في الانسان مفيش بقى جهاز مركزي خالص، مفيش جسم مركزي في الخليه النباتيه، بس في الخليه الحيوانيه في الانسان موجود فيها يا شباب جسم مركزي. تمام؟ طيب بالنسبه للفجوه، انت اخدت الفجوه ديت في سنه اولى ثانوي بكل بساطه اللي هي بتحوش للاكل، بتحوش للميه عشان تخلي الخليه صاحيه، ما تخليهاش ميته وتخليها ايه خلاص متناهكه. فبكل بساطه اللي في النبات فيه فجوه بتكون ممكن تكون واحده وممكن تكون كبيره جدا، وبس في الانسان في اكتر من واحده وبتكون حجمها صغير. امال في النبات بيكون حجمها كبير.
ده بالنسبة للجزء اللي أنا محتاجك اللي أنت تعرفه، اللي هو الفرق ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. بكل بساطة أنا عاوزك تعرف يعني النقطة الأساسية اللي في الخلية الحيوانية فيها جدار خلوي، وفيها الخلية النباتية فيها جدار خلوي، وفيها كمان اللهم صل وسلم وبارك عليه فيها بلاستية خضراء. أما الخلية الحيوانية ليس لا يوجد بها ولا جدار خلوي ولا بلاستية خضراء، لأن الخلية الحيوانية بتعتمد بشكل كبير على الجهاز الهضمي، وبتعتمد كمان على الجهاز المناعي. فبيبقى بكل بساطة عندي الجزء اللي هيحميني وعندي الجزء اللي هينتج لي طاقة اللي هي الاي تي بي. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. تعالى بقى نبدأ في الدرس الأول، ألا وهو الدعامة في النبات. صلي بينا على النبي. انا بقول لك كلمه دعامه يا مستر، انت قاعد بتقول لي كلمه الدعامه ديتي بقالك اكتر من شويه وانت قاعد تقول لي تاسيس وفصل الاول اسمه الدعامه والحركه، ما تيجي نفهم يعني ايه دعامه. قال لي والله الدعامه ديتي مجموعه من الوسائل، شويه حاجات جنب بعض بيعملوا 3 وظائف. ال3 وظائف ديتي اللي هي هتدعم الجسم، تدعيم الجسم، وبعد كده تدي لي الشكل المناسب ليه، وبعد كده تعمل لي عمليه تقويه. يعني بكل بساطه بتعمل لي عمليه تدعيم، عمليه محافظه على الشكل، عمليه تقويه، تديني قوه. يعني بكل بساطه انا عندي في الانسان جهاز هيكلي، الجهاز الهيكلي ده كله شويه عظم، ماله شويه العظم دول بيدولي قوه. يعني خلاك كده قوم رايح ضارب واحد بالبوكس في وشه، انت بتدي قوه بايه؟ ما انت بتدي بالعظم بتاعك، بالجهاز الهيكلي ده. بكل بساطه فكره الدعامه اللي هي بتعمل لي قوه وبتحافظ لي على شكل وبتدعم لي الحاجه دي. فبنقول يحتوي النبات على دعامه لكي يكون النبات شكل، يعني بتديه شكل مناسب، وتاني حاجه بتعمل لي هيئه بتميزنا عن غيري، وتاني حاجه بتديني هيئه بتميزنا عن غيري يا شباب، وتالت حاجه بتساعدني في الاستقامه بتاعته، يعني بتعمل لي فكره الدعامه، وبعد كده بتجعلني يعني مناسب للعوامل الخارجيه، او بكل بساطه بتجعله مقاوم للعوامل الخارجيه. يعني انت لو انت عاوز تضربني تعالى اضربني، انا عندي جهاز هيكلي قوي وقوم راح في وشك على طول. طيب فكره الدعامه يا شباب، الدعامه في النبات منقسمه لحاجتين، منقسمه تبع الخليه برضو. طيب يعني ايه كلمه خليه يا مستر؟ يعني في خليه نباتيه وفي خليه حيوانيه. يعني في ايه؟ في خليه نباتيه وفي خليه حيوانيه. احنا هنا هنتكلم عن الخليه النباتيه بشكل كبير. طيب الخليه النباتيه اتفقنا اللي فيها حاجتين مختلفين عن الخليه الحيوانيه، اللي هم ايه؟ اللي هم الجدار الخلوي والبلاستيه الخضراء. الجدار الخلوي ده يا شباب فهو بيمثل لي نوع من الدعامه في النبات اللي هو الدعامه التركيبيه. يبقى بكل بساطه الدعامه التركيبيه يعني جدار خلوي. طيب بقيت بقى الدعامه ديتي هتشتغل لي في ايه؟ بقيت الخليه هتشتغل لي في ايه؟ قال لي والله هتشتغل لي في الدعامه الفسيولوجيه، او اقول لك اسم تاني، الهيدروستاتيكيه. الهيدروستاتيكيه ديت يا شباب يعني برضو دعامه فسيولوجيه، اسمها الدعامه الهيدروستاتيكيه او الدعامه الفسيولوجيه. الحاجتين دول بقى يبداوا اللي هم يشتغلوا على الفجوه وبقيه الخليه كلها. امال مين اللي بيشتغل على الجدار بس؟ هي الدعامه التركيبيه. يبقى اذا عندي نوعين في ايه يا مستر؟ عندي نوعين في الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه. طيب تعالى يا شباب بقى نعرف كل واحدة على حد سواء. طيب الدعامة الفسيولوجية بكل بساطة يا شباب قلنا بكل بساطة هتعتمد لي على بقية الجزء بتاع الخلية ما عدا الجدار الخلوي. خلاص الجدار الخلوي دوتي هننساه تبع الدعامة التركيبية. الدعامة الفسيولوجية نبدأ اللي احنا نشرحها، وبعدها بإذن الرحمن نشرح الدعامة التركيبية. الدعامة الفسيولوجية أو سمتها لك الدعامة، سمعني صوتك، بسمها الدعامة الهيدروستاتيكية أو الدعامة الفسيولوجية. طيب الدعامة الفسيولوجية بكل بساطة بتعتمد على جزء رئيسي، ألا وهو جزء مهم جدا في الخلية النباتية، اللي هو بكل بساطة الفجوة. الفجوه ده هي يا شباب هي اللي هتعتمد لي عليها الدعامه الفسيولوجيه. يعني بمعنى الفجوه دي مليانه ميه يبقى خلاص انت مكتسب دعامه فسيولوجيه، مش مليانه ميه يبقى انت فاقد دعامه فسيولوجيه. امال الجدار الخلوي ديت باذن الرحمن دعامه تركيبيه، هنبدا اللي احنا نعرف المواد اللي داخله فيه عشان نقدر نقول عليه دعامه تركيبيه. طيب بعد كده يا شباب عندنا ازاي التاثير ديتي الدعامه الفسيولوجيه على الخليه بتتناول جزء منها، يبقى هي دعامه جزئيه. يعني مش
بتتناول الخليه كلها، لا ده بتتناول جزء بسيط خالص، الا وهو الفجوه بتاعت ايه؟ الفجوه بتاعت الخليه. طيب بعد كده يا شباب ازاي اللي الدعامه ديتي بتتم لي في الخليه النباتيه؟ هقول لك والله ببساطه خطوه خطوه، خليك معايا. الخطوه الاولى اللي انا هجيب الميه دهيتي ادخلها من الجدار بتاع الخليه. انا قلت لك اول تركيب هو ايه؟ هو الجدار. ادي الجدار عندي، هجيب شويه الميه اللي انت هتروهم للنبات يبدا اللي هم يدخلوا داخل الخليه. تمام. وبعد كده يا مستر وبعد كده يا مستر لما تجيب الميه بتاعت الري وتدخلها في النبات بقى هتخش من خلال الجدار الخلوي. انا عاوز اوصلها لحد الفجوه، تبدا اللي هي تخش بخاصيه ايه؟ طب انت يا مستر اديت لنا شويه خواص في منهج سنه ثانيه ثانوي، اخذنا الخاصيه الانتشار والاسموزيه والنقل النشط والكلام ده كله. طيب انا عاوز بس خاصيه واحده منهم الا وهي الخاصيه الاسموزيه، تدخل الميه للفجوه العصاريه من خلال ايه؟ الجدار. انا عديت الميه من الجدار هوب على طول دخلت لي للفجوه بالخاصيه ايه يا مستر؟ بالخاصيه الاسموزيه. طب يعني ايه خاصيه اسموزيه يا مستر؟ بص ركز معايا في اللي انا هقوله ده. خاصيه اسموزيه يا شباب يعني انتقال الميه من الوسط في العالي من التركيز للوسط القليل، العالي في التركيز ده في الميه للوسط القليل في الميه. يعني بمعنى اللي الفجوه دي او الخليه النباتيه ما فيهاش ميه وانا التربه فيها ميه، فنقلت الميه من الوسط العالي في التركيز بتاع الميه للوسط القليل اللي هو داخل النبات. طيب عندي بقى تعريف تاني، من الوسط الاقل في الاملاح للوسط الاعلى في الاملاح. يعني معنى عندي ميه كتير يبقى الملح قليل. طب ما عنديش ميه يا مستر يبقى الملح كتير. عندي ميه قليله يبقى الملح كتير. طب عندي ميه كتير يبقى الملح قليل. يبقى في علاقه عكسيه ما بين الملح وما بين الميه. طيب لما اقول لك ملح يبقى هي اسمها الذائبات دي يا شباب اللي هي الملح او السكر. امال المذيب اللي هو الميه. طيب بعد كده يا شباب اتفقنا وقلنا اللي احنا هندخل الميه من الوسط العالي في التركيز بتاع الميه من الوسط العالي للوسط القليل. للوسط ايه يا شباب؟ للوسط القليل في الميه. يعني من الملح القليل للملح الكتير عشان اخلي المحلول جوه الخليه خلاص بقى محلول مخفف قادر اللي هو اقول عليه مكتسبه دعامه فسيولوجيه. طيب دخلت الميه بالخاصيه الاسموزيه، ايه اللي هيحصل؟ الميه تخش داخل الفجوه. طب ايه اللي هيحصل للفجوه يا مستر؟ هتزيد في الحجم. طب لما يحصل زياده في الحجم، لما الفجوه دي تكبر هتعمل ايه؟ فين بقى البروتوبلازم اللي عندي؟ يعني ايه كلمه بروتوبلازم يا مستر؟ يعني سيتوبلازم ونواه. نبدا لما الفجوه تكبر تضغط على البروتوبلازم ده، تضغط لحد لما توصل للجدار يا شباب، والجدار ده بيصبح متوتر. يعني ايه كلمه متوتر يا مستر؟ يعني كلمه متوتر ديتي يعني مشدود. اقول لك ببساطه انت لو جبت بالونه ومليتها ميه، مش البالونه دي بتفضل مشدوده؟ يعني لو ضغطت عليها تحس ان ليها مشدوده. هي دي بكل بساطه فكره الدعامه الفسيولوجيه. بملى ميه داخل الفجوه، فالفجوه دي بتضغط لي على البروتوبلازم فبيضغط على الغشاء البلازمي فبيخلي لي الجدار ده مشدود ومتحكم جامد. طيب يبقى بكل بساطه الدعامه الفسيولوجيه دخول الميه للفجوه العصاريه بايه؟ بالخاصيه الاسموزيه. بعد كده يا شباب بتضغط بتكبر في الحجم بتاعها، بتقل في الاملاح لانها كانت عاليه في الاملاح بدون ميه. بعد كده بتضغط لي على الجدار فالجدار بيصبح متوتر او بكل بساطه بيصبح مشدود. طيب بكل بساطه يا شباب الجدار هنا معناه مشدود طبعا نتيجه للضغط الضغط اللي عليه. طيب بكل بساطه يا شباب انا لما بعمل دخول للميه انا هنا بولد اكتر من ضغط. اول حاجه ضغط الضغط بتاع الجدار اللي الميه داخله من خلاله، وعندي الضغط الاسموزي اللي هو الضغط بتاع دخول الميه، وعندي كمان ضغط الامتلاء. انا لما مليت الميه ديتي هنعمل بها ايه؟ ما انا عندي خلاص انا بضغط اهو، ضغطت بضغط الجدار دخلت الميه، وبعد كده قمت رايح ضغط الامتلاء ده
ضغط الامتلاء ملى الفجوه فطلع لبره، فيبقى ضغط الامتلاء والضغط الجداري عكس بعض. شايف السهم بتاعه ده ضغط الجدار اللي هو المكان الازرق ده، والضغط الامتلاء اللي هو امتلاء الفجوه بالميه. طيب والضغط الاسموز اللي هو اللي بدخل الميه. طيب بعد كده يا شباب اتفقنا وقلنا الخاصيه اللي هتعتمد عليها الدعامه الفسيولوجيه هي الخاصيه الاسموزيه، اللي هي بكل بساطه انتقال الماء من وسط اقل في التركيز بتاع الملح لوسط بتاع عالي في التركيز في الملح. يعني بكل بساطه من الاعلى في التركيز في الميه للاقل في الميه. طب الاعلى في التركيز ده كان فين؟ كان في التربه. قام راح نقول لي الاقل في التركيز في الميه اللي هو بتاع الفجوه. طب اللي هو اقل في الملح اللي كان بتاع التربه للاعلى في التركيز اللي المكان اللي ما فيهوش الميه اللي هي الخليه النباتيه. طيب يعني بكل بساطه يا شباب عندي 3 اشكال بيدلوا لي على الدعامه الفسيولوجيه. بكل بساطه انا عندي ازاي امتى بكتسب الدعامه دي، امتى بدخل ميه للخليه النباتيه، وامتى بتتشال. بكل بساطه شايف انت الشكل ده متدرج في اكتساب الميه، في اكتساب الدعامه الفسيولوجيه. دي عندي خليه منكمشه يعني محتاجه ميه، يعني الفجوه بتاعتها خاليه من الماء. بدات اللي انا ارويها، لما رويتها ميه يعني دخلت لها ميه بقت خليه عاديه، ولما سبتها شويه في الميه وسبتها في محلول مخفف وهنعرف الفرق ما بين المحاليل حاليا، بدات اللي هي تصبح خليه منتفخه. يعني ايه يا مستر؟ يعني الخليه ديت خلاص اكتسبت لي الدعامه الفسيولوجيه، قدرت من هنا بقت الجدار بتاعها متوتر. طيب يعني مشدود. يعني بكل بساطه دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه العصاريه. طب لما تخش بالفجوه العصاريه يا مستر ايه اللي هيحصل؟ هيتزيد في الحجم وتضغط على الجدار فالجدار بيصبح متوتر. تمام يا شباب. طيب الشروط الخاصيه الاسموزيه، اول حاجه لازم شرط في اختلاف التركيز. يعني انا بقول ميه يبقى من وسط عالي لوسط قليل. طيب عندي هنا الغشاء منفذ او شبه منفذ. طيب بكل بساطه انا ليه منفذ او شبه منفذ؟ احنا اخدنا الغشاء البلازمي طبعا وفهمنا كل ده في سنه ثانيه، وقلنا اللي بكل بساطه شبه منفذ يعني بينفذ من خلاله مواد وما بينفذش من خلاله مواد. طيب والمنفذ اللي هو بينفذ لي كل حاجه. انا عندي هنا شروط الخاصيه الاسموزيه اللي لازم يكون في فرق في التركيزات، ولازم يكون الغشاء الفاصل، الغشاء اللي هو الغشاء لا يكون بلازمي لا يكون منفذ باذن الرحمن. يبقى ديت فكره الدعامه الفسيولوجيه. تاني يا شباب دخول الماء من الوسط العالي في التركيز للوسط الاقل في التركيز للماء. بعد كده يعني بكل بساطه من الوسط القليل في الملح للاعلى في الملح. ديت بالخاصيه ايه يا مستر؟ بالخاصيه الاسموزيه. نقلت الميه فين يا مستر؟ نقلت الميه للفجوه العصاريه داخل الخليه النباتيه. خلاك جدع بقى واعرف مكونات الخليه النباتيه. قلنا بكل بساطه الدعامه الفسيولوجيه بتركز لي على الفجوه. لما دخلت الميه للفجوه ايه اللي حصل؟ كبرت في الحجم بتاعي. طيب لما كبرت في الحجم ضغطت على ايه؟ ضغطت على الجدار الخلوي. خليته ايه يا مستر؟ خليته مشدود. كبرت في الحجم خلت الجدار دوت متوتر اللي هو بكل بساطه اللي هو مشدود. في اي حاجه صعبه؟ مفيش اي حاجه صعبه. تعالى بقى نعرف شويه ملاحظات على الاكتساب والفقد. انا ازاي هنعمل عمليه اكتساب للدعامه دي والملاحظات برضو على اللي هي فقدت الدعامه دي. فطبعا انا عملت عمليه الاكتساب لما يكون السقان بتاعت النبات والاوراق العشبيه مثلا يعني عاوزه عاوزه ميه، فانا لما ابدا ارويها الشعيرات الجذريه تبدا اللي هي تمتص الميه، وانت عارف يعني ايه شعيره جذريه، تبدا اللي هي تمتص الميه دي وبعد كده بتدخل للخلايا بالخاصيه الاسموزيه وتنتفخ. الاكتساب بتاع الدعامه لما يكون في نبات مثلا محتاج ميه فانا برويه فبيديلي دعامه فسيولوجيه، بينتفخ بقى في الحجم لحد لما يوصل للجدار يصبح ايه؟ يصبح متوتر يعني مشدود. طيب ديت بكل بساطه الفتره اللي هي بتاعت الانتفاخ بقى ودخول الميه والكلام ده كله بسميه اكتساب الدعامه الفسيولوجيه. طيب مرحله الفقد بتاعت الدعامه، الفقد دي يعني خلاص زالت هتتشال. قال لي والله بكل بساطه لما بعمل زبون للاوراق بتاعت النبات، ولما يعني مثلا ايه هقول لك بكل بساطه، وانت مثلا رايح تشتري شويه جرجير، الحاجه قالت لك يعني مامتك قالت لك ايه هات لي يا ابني شويه جرجير وشويه خس كده، وانت رحت لقيت الست قاعده بترش عليهم شويه ميه،
خلاك فاهم هي بترش الميه ليه؟ هي بتدخل لك دعامه فسيولوجيه للفجوه بتاعتها عشان هو يزيد في الحجم بتاعه ويغرك في الشكل بتاعه، يصبح الشكل بتاعه كويس. ما انا قلت لك اللي الدعامه بتعمل لي 3 حاجات ما تنساهمش، اللي هم ايه يا مستر؟ اللي هم الترعيم، وايه تاني؟ والمحافظه على الشكل، وايه تاني؟ اللي هي التقويه. فيبقى عندك الشكل بتاعهم جميل، فتقوم رايح شايلهم وخلاص. هي ديت بكل بساطه الدعامه. والله هي دي الدعامه في النبات يا شباب. يبقى بكل بساطه اكتساب الدعامه الفسيولوجيه اللي هي الاستقامه بتاعت السقان. انا خلاص هعمل استقامه وهروي النبات ده. الفقد خلاص، اللي انا هشيل الميه دي من النبات خلاص هتفقدها. طب تفقدها ازاي بقى يا مستر؟ ممكن تفقدها من خلال عمليه النتح، ممكن تفقدها من خلال عمليه الامتصاص، ممكن تفقدها كمان من خلاص النبات قاعد بيتغذى وبياكل. ما هو بيعمل عمليه، لما هو بيعمل عمليه ايه يا شباب؟ بناء ضوئي في البسله الخضراء، اللي هو ايه؟ عمليه الفقد ديت بترجع للسي او 2 زائد الاتش 2 او اللي هي الميه بتاعت الري. وانا طبعا بجيب السي او 2 دوت منين؟ ما انا بجيب السي او 2 دوت من الهواء، بيدخل من الصخور بتاعت الورق، بعد كده بيدخل لي ميه عن طريق الري. بيصنعني ايه في حاله وجود الضوء؟ في حاله وجود الشمس هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي سي 6 اتش 12 او 6 زائد البخار الميه اللي هو الاتش 2 او زائد الاو 2. طيب 6 12 6 ميه 6 جزيئات اكسجين. طيب لما انا بنتج الجلوكوز ده بيروح فين؟ ما بيتنقل بقى ويبدا الغذاء، يعني يبدا النبات يتغذى عليه. فبعمل هنا عمليه حيويه اللي هي النقل والتغذيه والتنفس. وبعمل كمان اللي هي الاخراج اللي هيطلع لي بقى خلاص، هيطلع لي الميه، الجزء بتاع الميه اللي هو البخار ده. وبعمل كمان اللي هو الجزء اللي حرك لي النبات. يبقى دلوقتي بكل بساطه ازاي اللي هي بستغل الميه في النبات. ادي حاجه بسيطه خالص اللي هي البستله الخضراء اللي هتعمل لي عمليه البناء الضوئي في حاله وجود الضوء. فهنا بخلص الميه بتاعت النبات، فبفقد دعامه فسيولوجيه، فانا عاوز اكتسبها تاني. طيب دلوقتي الاكتساب، ودوت ايه يا شباب؟ ودوت الفقد. طيب بعد كده بيقول لي هنا انتفاخ الثمار طبعا المنكمشه ديت بتدل على الاكتساب. مرحله الفقد اللي هو الانكماش والضمور، خلاص انا عملت لها عمليه انكماش وعاوزه ميه عشان تكتسب. تمام يا شباب. طيب نقدر نقول على الدعامه الفسيولوجيه اللي هي دعامه مؤقته. طبعا نقول دعامه مؤقته ليه؟ لانها بتعتمد على دخول الميه، ولو ما فيش ميه بقى ما فيش دعامه فسيولوجيه. وممكن اللي هي تخرج الميه ديت في اي وقت. خلاص انا خرجت الميه بناء على ايه بقى؟ بناء على بناء ضوئي. النبات يعني عطشان عاوز ميه، خلاص خلص لي الميه ديتي. فديت بكل بساطه ممكن اللي هي تخلص لي في انكماش الخليه، فبتفقد الدعامه. يبقى بكل بساطه ممكن نقول هنا سؤال علي للدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته. ليه؟ لانها تعتمد على دخول الماء بالخاصيه الاسموزيه للفجوه البصريه، فبتزيد في الحجم بتاعها، فبتضغط لي على الغشاء البلازمي، يعني بتضغط لي على البروتوبلازم وبتضغط لي على الغشاء البلازمي، فبيضغط على الجدار، فالجدار ده بيصبح متوتر او مشدود. طيب العوامل المؤثره، الحاجه اللي هتاثر لي هنا، الحاجه اللي هتاثر لي على فقد واكتساب الدعامه الفسيولوجيه هي امتصاص الميه وفقد الماء من خلال عمليه النتح، او من خلال عمليه الامتصاص، او من خلال عمليه او من خلال عمليه البناء الضوئي. الامتصاص ده يعني فكرته ايه يا شباب؟ النتح بيمتص ميه فما لقاش ميه. يعني فكره لما اجي اقول لك النبات هيفقد ميه من خلال عمليه الامتصاص يعني ايه؟ فكر في النقطه دي. انا عملت عمليه امتصاص كتير للميه، فاصبحت التربه بدون ميه، فعاوز عمليه امتصاص على طول، عاوز عمليه ميه، فما فيش ميه، فيبدا اللي هو خلاص فقد الميه ديتي، لا اما من خلال عمليه النتح لا اما من خلال عمليه البناء الضوئي. يعني مش اقصد اللي عمليه الامتصاص دي من خلالها هيفقد الميه، لا انا اقصد لما النبات يمتص الميه خلاص هتبدا اللي هي تكتسب لي دعامه. طيب ما عادش لقى ميه في التربه، يبقى مش هيلاقي دعامه فسيولوجيه، هيفقد الدعامه. طيب ممكن يفقد الميه ده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين، طريق النتح وطريق البناء الضوئي. النتح ده اللي هو ايه؟ اللي بكل بساطه انا عمليه النتح ديتي، انا في الصبح كده وانت ماشي تلاقي فيه بخار طالع من الورقه، الندى. انت اخدت بقى انواع النتح في سنه ثانيه ثانوي. طيب النتح ده اهو يتفقد ازاي؟ من خلال الورقه، من خلال الصخور، بيطلع الميه الزياده في الورقه خلاص بينطلق. طيب او البناء الضوئي اللي احنا لسه شارحينه اللي هو CO2 زائد ال H2O. اكتب المعادله دي دايما لانك انت دايما هتسمعها كتير السنه دي. بيدي لي C6H12O6 زائد الميه اللي هو البخار زائد الاكسجين. طيب يا شباب كل ما يزيد البناء الضوئي هنزود الاستهلاك بتاع الميه. زي بكل بساطه كل ما نزود النتح
كل لما بنزود استهلاك الميه اللي انا بسحب امتصاصها من التربه. طيب وبيتم فقد الميه ديت في النتح من مثلا ارتفاع درجه الحراره، الضوء، الرطوبه. اكتر من كام ملحوظه لازم نعرفهم في النتح. الارتفاع بتاع الحراره، الضوء، بالرطوبه، الكلام ده كله بيأثر لي على النتح. طيب فمن خلاله بقى خلاص هفقد الميه دي، يبقى انا اذا بفقد دعامه فسيولوجيه. طيب في الحالتين بنعمل عمليه امتصاص للميه من التربه، لذلك يجب التربه باستمرار عشان نعمل عمليه حفاظ على الدعامه الفسيولوجيه. طيب تعالوا كده يا شباب نفهم شويه ملحوظات وشويه مفاهيم على الحاجات اللي احنا قلناها. قلنا كده بكل بساطه في الخليه في ضغط جداري وفي الضغط الامتلاء وفي الضغط الاسموزي. تعال نفهم الكام ضغط دول. قال لي والله الضغط الاسموزي الضغط المسبب لمرور الميه، يعني الضغط اللي هيتسبب لي في دخول الميه من التربه لداخل الخليه. طيب خلال الاغشيه الشبه منفذه، يعني اللي هي بكل بساطه الاغشيه البلازميه. طيب والذي ينشا عن وجود فرق في التركيز في المواد المذابه اللي هي الذائبات في الميه على الجانبين بتاعه الغشاء. يعني انا عندي غشاء، ادي ده الغشاء بتاعي، وعندي هنا التربه وعندي هنا الخليه. عشان ادخل من الميه من التربه من هنا اهو للخليه انا محتاج ضغط اسموزي في كلتا الحالتين. طيب الضغط الاسموزي بيكون عالي لما يكون في ملح كتير. يعني ايه؟ يعني الضغط الاسموزي بتاع الخليه لما يكون عالي يبقى انا محتاج ميه، فانا بضغط على الميه عشان خاطر اللي هي تدخل لي تقلل لي الملح ده. طيب الخاصيه الاسموزيه مرور الماء خلال الاغشيه الشبه منفذه من وسط عالي في التركيز لجزيئات الميه، يعني لجزيئات الميه عالي في التركيز للميه في الاقل من التركيز للملح، للوسط اللي ذو تركيز منخفض للميه يعني الاعلى في الملح. ضغط الامتلاء يا شباب اللي هو الضغط اللي هيضغط لي على الجدار. الضغط اللي هيضغط لي على الجدار بقى نتيجه انتفاخ الفجوه دي. قال لي الضغط الذي يدفع الغشاء الخلوي باتجاه جدار الخليه نتيجه امتلاء الفجوه العصاريه بالميه بعد ما بنعمل لها عمليه امتصاص بالخاصيه الاسموزيه. طيب ضغط الجدار يا مستر ده الضغط اللي وقع على الخليه اثناء دخول الميه، فبتخلي لي بعد ما الميه تخش لي في الخليه بتخلي لي الضغط ده ايه؟ يخلي لي الجدار مشدود او متوتر. تمام يا شباب؟ تمام. تاني حاجه معانا بقى يا شباب بعد ما شرحنا الدعامة الفسيولوجية معانا دعامة بسيطة خالص 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 ألا وهي الدعامة التركيبية. يعني بكل بساطة الجزء اللي موجود في الخلية النباتية اللي احنا هنعمل به المناعة، هو الجزء ده بيتركب من ايه؟ الجزء ده يا شباب بيتركب من شوية مواد اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو الجدار الخلوي. ماله مستر الجدار الخلوي ده؟ قال لي والله الجدار الخلوي دوت بيحتوي على شويه مواد، شويه المواد دول بيعملوا له دعامه في الانسان. يعني ايه؟ يعني كلمه بتحمي، يعني الكلمه اللي احنا محتاجها من الدعامه 3 حاجات. الدعامه التركيبيه ديت محتاج منها 3 حاجات: محافظه على الشكل، تدعيم، ومحافظه على الشكل والشكل كمان، ومحتاج كمان ايه يا شباب؟ ومحتاج كمان التقويه. فانا محتاج ان انا اعرف هو المواد دي انهي اللي بتعمل لي عمليه التدعيم والشكل والتقويه. امال كلمه حمايه هنعرفها ان شاء الله باذن الرحمن، هنعرفها في الفصل بتاع المناعه. طيب انا عندي هنا اهوت في الدعامه التركيبيه، يا شباب عندي بتأصل لي على ايه يا شباب؟ بتأصل لي على الجدار الخلوي. ولما اقول لك بتأصل لي على الجدار الخلوي يعني هي شامله الخليه كلها. يعني ايه؟ يعني الدعامه التركيبيه بتتناول ما بتتناولش جزء من الخليه. يعني الدعامه الفسيولوجيه تناول جزء الا وهو الفجوه. امال عندي نواه في الدعامه التركيبيه هتشمل لي النبات كله، تشمل لي الخليه كلها اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هو الجدار الخلوي. طيب الجدار الخلوي ده هيخلي لي ايه يا مستر؟ هيأصل لي على بقيه الخليه. فقلت للدعامه التركيبيه دعامه دائمه. ليه؟ لان المواد ديت موجوده في الجدار على طول، مش فتره وهتنتهي زي الميه. كانت الفجوه بتاخد شويه الميه فتستهلكهم فخلاص بقى فبينتهوا، فقد واكتساب. امال الدعامه التركيبيه مواد موجوده طول ما النبات عايش، فيبقى بكل بساطه الدعامه ديت دعامه دائمه. امال الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته. تمام؟ عشان بتعتمد على حاجه. الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته لانها بتعتمد على دخول الماء. امال الدعامه التركيبيه دعامه دائمه عشان المواد دي هي تركيب الجدار الخلوي. تمام يا شباب؟ تمام.
تأثيرها على الخلية دعامة تتناول ترسيب مواد صلبة على جدران الخلية، زي مثلا عند الكيوتين، اللاجنين، السيوبرين، السيلوز. اخدنا المواد دي في سنة تانية ثانوي وهنشرحها بالتفصيل بقى ونعرف الفايدة بتاعتها في سنة ثالثة ثانوي. طيب أهمية المواد اللي هتترسب لي على الجدار الخلوي ديتي، أهميتها أول حاجة بتزود لي صلابة في النبات، زي مثلا اللاجنين والسيلوز. اللاجنين والسيلوز دول هيقووا لي الجدار الخلوي، فلما يقووا الجدار الخلوي على طول هات بقى كائنات ممرضه نقدر نشيلهم من خلال ايه؟ من خلال الاربع مواد دول. طيب انهي اللي هيعملوا الصلابه؟ السليلوز والليجنين. طيب يبقى بكل بساطه هتزيد فكره هتزيد صلابه الخلايا الخارجيه، هتحافظ على الخلايا الداخليه. يعني بمعنى انا ببني بيت، فالبيت ده انا بكون قاعد جواه. طب انا البيت ده ليه؟ عشان الجدران ده اقعد جواها، فلما بقعد جواها انا محمي من الجدران. هي دي فكره الخلايا، اللي الخلايا الخارجيه الاربع مواد موجودين في الجدران دي، فبيحملوا اللي جوه. فالخلايا الخارجيه اللي هي الجدار بتحمي الخلايا الداخليه. طيب وهتقلل لي وتمنع لي فقد الميه، يعني تظبط لي الدعامه الفسيولوجيه، ما تخليش الميه تطلع لي من الخليه. وهنعرف دلوقتي اللي فيه مواد منفذه زي السيلوز، وفي مواد غير منفذه زي اللاجنين وزي الكيوتين وزي السوبرين. دي مواد غير منفذه للميه، فما تطلعليش الميه من داخل الخليه لخارج الخليه. طيب وعندي تالت حاجه زياده صلابه اجزاء معينه زي نسيج الخشب واللحاء والسقان والسقان اللي هتتحمل من الفلين، وديت اللي دور مهم جدا اللي هو السيوبرين، اللي هو بكل بساطه هنشرحه برده. الحمايه بقى، كلمه حمايه نعرفها ان شاء الله في الفصل الرابع اللي هو بتاع ايه؟ بتاع المناعه. ودوت بيساعد لي على استقامه النبات لما بزود الصلابه بتاعه النبات. طيب المواد ديت هي ايه يا مستر؟ قال لي والله المواد ديت هي السيلوز والكيوتين والسيوبرين واللاجنين. طيب قبل ما نتكلم عن المواد ديت بتترسب على الجدار الخليه زي ما احنا عارفين، ولازم نعرف الجدار ده بيتكون من ايه. طيب تعالوا انت كده نرجع لسنه اولى، حدوته بسيطه خالص بحكيها لسنه اولى لحد الان. انا عندي نهوتي كربوهيدرات، الكربوهيدرات ديت سكريات. حلو كده؟ حلو. طيب مستر السكر الاحادي او السكر البسيط كون لي سكر معقد. السكر المعقد ده كنا بنقول زي ايه؟ زي السيلوز وزي النشا وزي الجليكوجين. طيب انا عندي هنا هاخد بس من السكر المعقد ده هاخد السيلوز اكون بيه الجدران، فقام رايح السيلوز كون لي الجدار الخلوي. يبقى بكل بساطه عندي جزيئات السيلوز عملت لي تكوين للجدران. يعني بكل بساطه الجدار الخلوي بيتكون من شرط اساسي من السيلوز، دي الحاجه اللي بتكون لي منه. يبقى بكل بساطه فكره ان الجدار الخلوي محتوي على السيلوز، لان ايه؟ لانه حاجه قويه، حاجه ما تتفكش. طيب حاجه صلبه ومرنه في نفس الوقت. طيب جدار الخليه عموما بيتكون من الياف السيلوز. وجود السيلوز بشكل اساسي في جدار الخليه لا يمثل دعامه تركيبيه. تمام؟ انا عندي اللي السيلوز موجود، فلان الدعامه التركيبيه اصلا بترسب لي مواد اضافيه من الخارج ومن الداخل، اللي هي ايه؟ اللي هي اللاجنين والكيوتين والسيوبرين غير السيلوز، بس السيلوز بصفه اساسيه في الجدار الخلوي. تمام؟ والرسمه دي مهمه جدا جدا جدا، يا ريت تاخدها سكرين وترسمها مرتين، وما تنساش تبعتها على الجروب بتاع الواتس. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نكمل. طيب تعالوا نمسك بقى كل ماده لوحدها وفي الاخر نفرق ما بينهم. احنا قلنا كم ماده؟ قلنا 4، كيوتين، لاجنين، سيوبرين، سيلوز. تعالوا نمسك الكيوتين الاول وبعد كده نمسك السيوبرين، لان الاثنين مادتين شمعيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مواد دهنيه. الاثنين الصلبه غير منفذه، الكيوتين والسيوبرين بتترسب على الجدران بتاعه البشره الخارجيه. احنا اخذنا في النبات اللي فيه خلايا بشر. خلايا البشره ديت بكل بساطه انا هرسب عليها من بره كده اهو الكيوتين. حاجه صعبه؟ مفيش حاجه صعبه. طيب تاني حاجه اتفقنا وقلنا اللي هي بتترسب على السطح الخارجي لايه؟ لخلايا البشر. يبقى هي على السطح الخارجي بتاعه الورقه او بتاعه السجان العشبيه بتحافظ لي على الدعامه الفسيولوجيه. ليه؟ لانها ما بتفقدش ميه، بتحافظ لي على الميه. لانها يا مستر؟ لانها بتقلل من فقد الماء، غير منفذه. طيب الكيوتين الجلد بتاع النبات من بره،
الجلد بتاع النبات من بره. وفي ملحوظه مهمه جدا اللي هو مش موجود في الجذر. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالوا نشوفها. ادي الورقه بتاعت النبات. الورقه بتاعت النبات الجزء بتاع البشره. الجزء بتاع البشره فين يا مستر؟ الجزء بتاع البشره اهو الجزء اللي فوق ده. الجزء اللي فوق ده يا شباب عليه طبقه الكيوتين، فعشان كده قلنا على السطح الخارجي للورقه بتاعت النبات. تمام. والاستيقان برضو من الورقه بتاعت النبات. طيب الكيوتين ده وظيفته ايه؟ شمعي، غير منفذ للميه، غير منفذ للماء، فبيحافظ على الدعامه الفسيولوجيه. ما الدعامه الفسيولوجيه بقى هتكون هنا خلاص بقى في الفجوه بقى والكلام ده كله، فهتحافظ لي على الميه، مش هتطلع لي الميه بره. فديتي يعني كيوتين شمع يا شباب. يلا نكمل. طيب وعندي بقى بعد البشره عندي النسيج المتوسط اللي هو العمادي، وعندي الاسفنجي والكلام ده كله، وعندي النسيج الخشب، وعندي النسيج اللحاء. طيب مستر انا عاوزك تديني ملحوظه من سنه ثانيه ثانوي وما انساهاش ابدا. اقول لك ببساطه السي او 2 زائد الاتش 2 او اللي هي الميه. طيب ادالي ايه؟ ادالي جزء بسيط خالص اللي هي سي 6 اتش 12 او 6 زائد البخار الماء اللي هو ال H2O زائد ال 6O2 اللي هو ايه؟ الغاز المتصاعد اللي هو الاكسجين اللي انت بتتنفس عليه. طيب بخار الميه ده خلاص هيطلع من النبات. طيب والاكسجين خلاص. امال الجلوكوز يا مستر هيتنقل لي بواسطه ايه؟ هل بقى بواسطه نسيج اللحاء ولا بنسيج الخشب؟ بص معايا. نسيج الخشب بيجيب الميه من اول الشعيره الجذريه لحد الورقه فوق عشان تعمل لي عمليه البناء الضوئي. امال يا مستر اللي هينقل لي ده نسيج الخشب خلاص، اللي هينقل لي بقى السي 6 اتش 12 او 6 الجلوكوز هو نسيج اللحاء. نسيج اللحاء يا شباب ينقل لي بقى ينقل لي الجلوكوز دوت يوديه لي لجميع النبات بقى والثمار والكلام ده كله، والفاضل منه يتكون لي بقى ايه؟ يتكون لي في صوره نشا في الخليه النباتيه. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده عندي السيوبرين. السيوبرين ماده شمعيه. ماده ايه يا شباب؟ ماده شمعيه بتكون عازله موجوده في الخليه الفلينيه، والخليه الفلينيه ديت ان شاء الله نعرفها في الحمايه في الجهاز المناعي. طيب بعد كده موجوده بس خلي بالك الكيوتين كنا بنقول من بره من ناحيه البشره من جوه من بره. امال يا مستر السيوبرين موجود من جوه من الداخل. طيب السيوبرين ده نسيج فليني بيتكون في النبات لما مثلا بيحصل قطع. ليه؟ عشان يعمل عمليه هنا هو حمايه. انا قلت لك ان هم بتشتغل لها 3 حاجات: تدعيم ومحافظه على الشكل وتقويه. طيب كلمه لما اجي اقول لك لما يحصل قطع او جرح او الكلام ده كله، خلاك فاكر كلمه الحمايه، لان كلمه الحمايه ديتي هترجع للمناعه. فبكل بساطه السيوبرين دهوتي ماده مناعيه موجوده في النبات في الجدار الخلوي. تمام؟ طيب لما يحصل قطع او جرح في النبات الورقه ديتي بتطلع لي حاجه بيضه. الحاجه البيضه دي انت لو قطعت ورقه من النبات كده هتطلع الحاجه البيضه دي هي السيوبرين. فبقول لك ماده عازله للماء غير منفذه. طيب بتعمل لي ايه؟ بتحافظ لي على النبات، بتديله نمو في الحجم. التشققات ديتي لما انت بتشوف شجره مثلا وعليها تشققات فبتلاقي ان حاجات بيضه نازله كده، الحاجات البيضه ديت هي السيوبرين عشان تحافظ لي على النبات فيكبر في الحجم بتاعه. الدور الاساسي للكيوتين والسيوبرين هي الحواجز الغير منفذه ومقاومه الميه والحمايه برضو والحمايه، وديت ان شاء الله هناخدها في المناعه. تمام يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السيلوز، ماده السيلوز وماده اللاجنين. ماده السيلوز نوتي ماده بكل بساطه صلبه وقويه، بس خلي بالك بقى السيلوز اللي هي الالياف السيلوزيه كده بتكون لي جدار. فالسيلوز هنا اهو ماده قويه ومرن لكنها ماده منفذه للميه، بس بتترسب فين؟ بتترسب على جدران النسيج الكولانشيمي من الخارج. النسيج الكولانشيمي من الخارج. تمام. طيب امال يا مستر اللاجنين؟ قال لي والله اللاجنين هنا اهوت ماده عازله للميه بتترسب على جدران النسيج الاسكرانشيمي. طيب يبقى انا عندي النسيج الكورانشيمي اللي هيترسب من الخارج هو ايه يا مستر؟ السيلوز. طيب اللاجنين هيترسب على النسيج الاسكرانشيمي بس من الداخل. طب هو ايه النسيج الكورانشيمي وهو ايه النسيج الاسكرانشيمي؟ هقول لك اصبر عليا، خليك صبور، خلي عندك ده ان الله مع الصابرين يا اخي اذا صبروا. فان هنعرف دلوقتي يعني ايه نسيج برانشيمي وكولانشيمي واسكرانشيمي ان شاء الله. انا عندي بس المواد اللي هتترسب عندي السيلوز كولانشيمي من الخارج،
سيلولوز كولانشيمي من الخارج، لاجنين اسكرانشيمي من الداخل. طيب دهوت الفرق ما بينهم، الفرق ما بين السيلولوز واللاجنين. السيلولوز هنا منفذ وصلب ومرن، امال اللاجنين بيتميز لي بالصلابه. تمام. وهنا هيترسب لي على جدار النسيج الاسكرانشيمي من الداخل. طيب هيبطن لي اوعيه الخشب عشان ما يفقدش الميه، والخشب بينقل من الشعيره الجذريه طالع فوق. طيب وعندك ما يوجد في الالياف والخلايا الحجريه، واحنا عارفين ان الالياف والخلايا الحجريه هي الامثله على النسيج الاسكرانشيمي، زي مثلا الكمثرى، القشره الخارجيه للبذور، الكلام ده كله موجود عليه لاجنين. تعالى بقى اشرح لك او اوضح لك الفرق ما بين الانسجه. انا عندي نوت يا شباب انسجه بسيطه وانسجه مركبه، وديت الحاجه ديت من سنه اولى ثانوي من الترم الاولاني. طيب بكل بساطه انا عندي نسيج بسيط وعندي نسيج ايه؟ وعندي نسيج مركب. النسيج البسيط هنا نسيج برانشيمي وكلانشيمي واسكرانشيمي. الثلاث حاجات دول، الثلاث انسجه دول، في انسجه بتدخل لي في الدعامه الفسيولوجيه، وفي انسجه من دول داخله لي في الدعامه التركيبيه. بكل بساطه النسيج البرانشيمي والكلانشيمي، النسيجين دومتي بيدخلوا لي في الدعامه الفسيولوجيه. تمام. والنسيج الكلانشيمي والاسكرانشيمي داخل لي في الدعامه التركيبيه. يبقى بكل بساطه النسيج المشترك نسيج بسيط مشترك في الدعامتين، النسيج الكلانشيمي. يبقى تاني النسيج المشترك ما بين الدعامه التركيبيه وما بين الدعامه الفسيولوجيه النسيج الكلانشيمي. طب انهي بس يا مستر اللي موجود في الدعامه الفسيولوجيه؟ البرانشيمي والكلانشيمي. طب انهي بس يا مستر اللي موجود في التركيبي؟ الكلانشيمي والاسكرانشيمي. تمام يا شباب؟ تمام. دي ملحوظه مهمه جدا. عندي بقى انسجه مركبه اللي هي النسيج اللحاء. اللحاء ينقل لي ايه؟ ينقل لي الغذاء بتاع النبات اللي هو C6H12O6. طيب ونسيج الخشب اللي هينقل لي الميه من الشعيرات الجذريه لحد لما يوصل للورق عشان يعمل لي عمليه البناء الضوئي. تمام يا شباب؟ طيب تعالى بقى يعني ملحوظه مهمه جدا وبتتكرر في الامتحانات دايما، اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي اشكال الانسجه. والله بكل بساطه انا عندي دهوتي النسيج الاسكرانشيمي اللي هو النسيج ميت. امال يا مستر النسيج الكرانشيمي حي، امال البرانشيمي يا مستر حي. طيب النسيج الاسكرانشيمي موجود فيه تجاويف. تعرفوا اللي موجود فيه التجاويف كده الاسكرانشيمي، وتحس ان فيه كده ايه؟ حاجه زي اعصاب طالعه كده، حاجه زي اعصاب كده طالعه منه، يبقى دهيت النسيج الاسكرانشيمي. طيب امال يا مستر النسيج الكرانشيمي هتلاقي فيه نواه وفجوه. ليه يا مستر؟ لانه نسيج حي. ميت ده يعني خلاص هو خلص الميه بتاعه، خلاص كده بدا الثمار اتشدت وبتحتوي على نسيج اسكرانشيمي، ما عدناش ننفع نرجع لها تاني الدعامه الفسيولوجيه. امال يا مستر الكلانشيمي والبرانشيمي لسه في فرصه اللي انت تكتسب فيه دعامه فسيولوجيه تاني. تمام. وبعد كده يا شباب عندي النسيج البرانشيمي. هتلاقي هنا في النسيج الكلانشيمي والنسيج البرانشيمي في نواه وفي ايه؟ وفي فجوه. في نواه وفي فجوه. بس النسيج البرانشيمي في فراغ يا شباب ما بين ايه؟ ما بين كل جزء. امال هنا لا، ده النسيج الكلانشيمي بمقفول في بعضه. تمام كده؟ تمام. طيب لو نزلنا شويه كده اهو هناخد فيه منظر طولي. يعني النسيج الاسكرانشيمي هتلاقي فيه بكل بساطه جدار وتجاويف من جوه. الفجوه فيها اما بتتملى وفضت بعد ما تشد الثمار وفضت خلاص معلش تستقبل، فعشان كده ميت. امال يا مستر النسيج الكلانشيمي حي، في نواه وفي فجوه. امال يا مستر البرانشيمي والكلانشيمي حيينهم، اللي فيه فراغ كده ما بينهم يبقى ده البرانشيمي، مفيش فراغ يبقى كلانشيمي، في تجاويف يبقى بكل بساطه دهوتي اللي هو الاسكرانشيمي. تمام. الانسجه البسيطه البرانشيمي والكلانشيمي والاسكرانشيمي. البرانشيمي المواد المترسبه على الجدار بتاعته مفيش. الكلانشيمي السيلولوز من الخارج. الكيوتين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلانشيمي بيترسب عليه السيلولوز من الخارج.
الاسكرانشيمي السيلوز من الخارج واللاجنين من الداخل. طبعا الدعامه اللي موجوده هنا في البرانشيمي قلنا الفسيولوجيه، وقلنا الكولانشيمي الفسيولوجيه والتركيبيه، وقلنا كمان الاسكرانشيمي اللي هو ايه التركيبي. يبقى النسيج اللي رابط ما بين الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه هو النسيج ايه يا مستر؟ هو النسيج الكولانشيمي. طيب عندنا برضو اللي فيه فجوه عصاريه في البرانشيمي والكولانشيمي ومفيش في الاسكرانشيمي. طيب عندنا برضو في الخليه بتاعت البرانشيمي بتكون خليه حيه، يعني قادره اللي هي تعمل لي عمليه فقد واكتساب للميه، والكولانشيمي برضو عمليه فقد واكتساب للميه. امال الاسكرانشيمي خلاص هو فقد الميه بتاعته خلاص كده مات، يبقى بنسميه نسيج ميت. طيب نقدر نقول على الدعامه التركيبيه اللي هي دعامه دائمه عشان بتعتمد على ترسيب المواد الصلبه على بصفه دائمه يعني على الجدار الخلوي. تمام. بعد كده بنقول الكيوتين دور مشترك في الدعامه التركيبيه والدعامه الفسيولوجيه. ايوه طبعا لانها ماده صلبه قادر اللي هو يعني هو غير منفذ للميه، ما ينفذليش الميه دي، يعني بيحققوا برضه وجوده على خلايا البشره الخارجيه، فديت بتحملي النبات اللي هو ما ينفذليش الميه. وماده شمعيه زي الماء بيمنع من فقد الميه وبيحافظ طبعا على الدعامه الفسيولوجيه. وجود السيلوز في النسيج الكولانشيمي بيمنحه برضه دعامه تركيبيه ودعامه فسيولوجيه. وقلنا بكل بساطه ان النسيج الكولانشيمي هي الحاجه، هو النسيج اللي رابط ما بين الدعامه الفسيولوجيه والدعامه ايه يا شباب؟ والدعامه التركيبيه. السيلوز ماده صلبه بتمنحه قوه وبتمنحه المرونه، ماده منفذه للميه بتسمح بدخول الميه لايه؟ لداخل الجدران، وبالتالي بتكون لي دعامه فسيولوجيه. لو انت شفت قوه الدعامه مع الزمن لو زادت وقلت ديت يبقى هي بكل بساطه دعامه فسيولوجيه. امال الدعامه الدائمه هي الدعامه التركيبيه. الدعامه دائمه لحد نهايه خلاص لنهايه عمر النبات. امال يا مستر الدعامه الفسيولوجيه فديت بتعتمد دعامه مؤقته، بتعتمد على دخول الميه تبع بقى حاجه النبات. تمام كده يا شباب؟ تمام. فاحنا بنقول قوه الدعامه هنا والزمن. قوه الدعامه مستمره ثابته في الدعامه. كده خلصنا بفضل الرحمن، كده خلصنا الدعامه في النبات. الجزء اللي جاي ان شاء الله اللي هو اهم التريكات واهم الملاحظات او كل الملاحظات في الدعامه في النبات، اللي باذن الرحمن تحل اي سؤال في الدعامه في النبات تكون انت على درايه بالملحوظه بتاعته، وباذن الرحمن مفيش سؤال يعني يعجز قدامك بعد الملاحظات اللي بعد دي. يعني ناخد فاصل كده بسيط ونرجع لكم تاني. متنساش تصلي على النبي، متنساش يعني في الفاصل ده وقف الفيديو كده واعمل لك كوبايه قهوه وتعال. صليت على الحبيب عشان قلبك يطيب، صلى على الحبيب كمان وكمان عشان قلبك يطيب. جبت قهوتك، تعالى بقى حضر قهوتك وتعالى يلا بينا على اهم جزء في الفيديو كله، الا وهو التكات والملاحظات بتاعت الدعامه في النبات. بس هات القهوه بس كده وتعالى لي، لان النهارده في شويه ملحوظات عاوزين كده ايدك تتنحت فيهم في الكشكول بتاعك، عشان الملاحظات ديتي هتلاقيها لحد لما تخش الامتحان ان شاء الله وتطلع من الثانويه العامه تدعي لي دعوه حلوه. ما تنساش تدعي لي في الكومنت، وما تنساش تعمل مشاركه للفيديو لحبايبك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى ونبي التقى. معنا بكل بساطه اهم الملاحظات. اول ملحوظه معايا بتقول لي تعتمد الدعامه الفسيولوجيه بصوره اساسيه على الفجوه العصاريه. نركز، بتعتمد الدعامه الفسيولوجيه ايه؟ ايوه بتعتمد على الفجوه العصاريه. ما لو ما فيش فجوه يبقى فين الدعامه الفسيولوجيه؟ لان انا قلت لك دخول الميه تخش الميه للفجوه العصاريه، طبعا بقى بتخش بالخاصيه الاسموزيه. يبقى هي اهم حاجه، اهم جزء في الخليه بتعتمد عليه الدعامه الفسيولوجيه هي ايه يا مستر؟ هي الفجوه العصاريه. طيب وبعد كده بتخش بقى في الخلايا البرانشيميه والخلايا الكولانشيميه. احنا واحنا بنشرح الانسجه قلنا بكل بساطه اللي عندي النسيج البرانشيمي وعندي الكولانشيمي موجود في الدعامه الفسيولوجيه. تمام؟ دي سهله. طيب يسهل قطع جزء من ورقه النبات بينما يصعب قطع من الصاج. ليه؟ لان عندي الورقه نوتي عليها جزء بسيط خالص من الكيوتين والسيلوز، عليها مواد بسيطه. امال الصاج بتاع النبات لا، ده الصاج بتاع النبات ايه؟ ده فيه بقى بكل المواد قوي وشديد. يبقى انا اقدر اقطع ورقه ما اقدرش اقطع الصاج. تعتمد الدعامه التركيبيه بصوره اساسيه على الجدار الخلوي. ايوه، هو انا لو ما فيش جدار خلوي هو انا هعمل دعامه تركيبيه اصلا؟ مش هعمل دعامه تركيبيه. ليه؟ لان الدعامه التركيبيه هي اللي بتعتمد بصوره اساسيه على الاربع مواد اللي هم الكيوتين والسيوبرين والسيلوز واللاجنين. طيب بكل بساطه بتعتمد على الجدار الخلوي. بيحتوي على الخلايا ايه يا مستر؟ بيحتوي على خلايا كولانشيمي. طيب والدعامه التركيبيه ديت فيها نسيجين مهمين جدا، الكولانشيمي والاسكولانشيمي. طيب
لا تعتمد يعني الخاصيه الاسموزيه على الخلايا، فليست بيولوجيه، ما تعتمد على انتقال الميه. يعني بكل بساطه الخلايا ما بتعتمدش على الخاصيه الاسموزيه، امال الخاصيه الاسموزيه ديت قلتها لك عشان تنقل الميه من الوسط العالي للوسط القليل، العالي في الميه امال الاقل في الاملاح للعالي في الاملاح. طيب النباتات الصحراويه طبعا ديت اقل تاثير بالدعامه الفسيولوجيه واعلى تاثير بالدعامه التركيبيه. يعني ايه؟ يعني النبات الصحراوي يعني الميه قليله، يعني الملح كتير. طيب انا مش عاوز افقد، يعني مش عاوز اموت النبات ده، يبقى انا هزود ايه؟ يبقى انا هزود الحاجه اللي تمنع لي اللي هي تطلع لي الماء من جوه النبات، اللي هي الدعامه. هي مصدر الدعامه التركيبيه، يبقى هي اقل تاثير بالدعامه الفسيولوجيه عشان ما فيش ميه كتير، بس بتبدا تزود الدعامه التركيبيه في النبات الصحراوي عشان تحفظ لي، تشكل لي جدار قوي تقدر اللي هي يحفظ لي الميه في الخليه. طيب تعتمد النباتات العشبيه على الدعامه الفسيولوجيه. ليه يا مستر؟ عشان تحميها لي من الذبول. ليه؟ لان اكتساب الدعامه الفسيولوجيه في النبات العشبي الصاد بتاعه بيزيد قوه وصلابه والكلام ده كله، وبيعتمد على بيعتمد على دخول الميه، مش معتمد خالص على الدعامه التركيبيه. تمام؟ يعني التاثير بتاع الدعامه التركيبيه قليل، امال الدعامه الفسيولوجيه تاثيرها كبير في النباتات العشبيه، لان النباتات العشبي بيطلع في الاماكن اللي فيها ميه كتير. تمام؟ طيب سيقان الاشجار تعتمد على الدعامه التركيبيه عشان بكل بساطه ما تعرضش النبات للذبول. وبكل بساطه الخلايا اللي فيها في النبات بتكون خلايا مغزليه طويله الشكل، فبكل بساطه انا محتاج هنا دعامه ايه؟ دعامه تركيبيه. الدعامه الفسيولوجيه تعتمد على انتقال الماء بالخاصيه الاسموزيه، وبنقول عليها دعامه هيدروستاتيكيه. تمام؟ والهيدرو بتاعني الميه، والاستاتيكيه بتعني الانتقال بتاع الماء، يعني طول ما في ميه بتكون ثابته، فاستاتيكيه يعني ثابته، فميه ثابته يبقى دعامه فسيولوجيه. يعني طول ما موجود في ميه يبقى في دعامه فسيولوجيه، مفيش خلاص يبقى مفيش دعامه فسيولوجيه. الدعامه الفسيولوجيه خاصيه فيزيائيه، اما الدعامه التركيبيه دعامه يعني خاصيه كيميائيه. خاصيه فيزيائيه في الدعامه الفسيولوجيه لانها بتعتمد على دخول وخروج، امال الدعامه التركيبيه بتعتمد على خاصيه كيميائيه لانها بتحتوي على مواد بتتركب بقى، زي مثلا الكيوتين واللاجنين والسيوبرين والسيلوز. دي مواد يعني اللي بيحتوي عليها من داخلها مواد كيميائيه، فبنقول هنا دعامه تركيبيه يعني خاصيه كيميائيه، دعامه فسيولوجيه يعني خاصيه فيزيائيه. يترسب الكيوتين والسيوبرين على الجدار الخارجي، بينما ترسب السيلوز واللاجنين على الجدار الداخلي. دي مفهومه واحنا بنشرح. الكيوتين ماده صلبه غير منفذه للميه، موجوده فين يا مستر؟ موجوده بكل بساطه على الخلايا الخارجيه. فين يا مستر؟ فوق البشره، الخلايا اللي فوق البشره. تمام؟ الكيوتين له وظيفه اخرى اللي هي الطبقه الشمعيه، وديت بكل بساطه بتمنع لي الفطريات من النمو، وبيكون شوك كده اللي هو يعني الشوك ده ان شاء الله هندرسه برضو في المناعه، ويعني واحنا بندرس الكيوتين فما بيعمليش عمليه استقرار للميه الكيوتين. فبكل بساطه الشمع ده انت لو جبت شمعيه وحطيتها على سطح وحطيت شويه ميه، الميه دي مش هتستقر عليها. تمام؟ ليه؟ لانها جزء شمعي كاره للماء، فبتمنع الفطريات دي من النمو. دوت اللي ان شاء الله الجزء اللي احنا هنشرحه في المناعه. طيب السيوبرين برضو ماده شمعيه، فبتمنع برضو ترسب الماء عليه، فبرضو بكل بساطه بتنفر منها الميه، فبتمنع تكوين البكتيريا والفطريات وكده، فبتحمي النبات. تمام؟ طيب والسيوبرين والكيوتين قلنا على الخلايا الخارجيه، دي بتاعت الفلين وديت البشر اللي هي الكيوتين. امال يا مستر السيلوز هنعرفه دلوقتي حالا. السيلوز ماده محبه للميه، منفذه للميه، بيتشرب الميه. طيب في التركيب بتاعه بيكتسب المرونه، موجود في الخلايا الكولونشيميه من الخلايا الكولونشيميه، يعني خلايا حيه مغلظه من السيلوز، بتحتوي على فجوه عنصريه بتشترك في الدعامتين اللي هم يا مستر اللي هم الفسيولوجيه والتركيبيه. تمام؟ طيب عندي نواه اللاجنين، قلنا ماده صلبه غير منفذه للميه. مالها يا مستر؟ بكل بساطه بتديني الصلابه وبتديني القوه. تمام؟ ليه وظيفه مناعيه برضو، اللي هو بيخش لي في جدار الخلوي بيتغلظ بيه، بيدي لي صلابه وبيدي لي قوه، سواء السيلوز او اللاجنين، فبيمنع الكائنات الممرضه بقى زي البكتيريا، الفيروسات، الفطريات اللي هي تهاجم لي النبات، اللي هي ساعه لما تخش تلاقي في لاجنين بيمنعها من الدخول. تمام كده يا شباب؟ تمام. الخلايا الاسكرانشيميه وعارفين اللي هي خلايا ميته زي ما احنا شرحناها بالتفصيل، وقلنا بكل بساطه ان الخلايا الاسكرانشيميه ميته، يعني ما بتحتويش على فجوه
خلاص هي مش محتاجه اصلا، خلاص هي هنا هتموت، فمش هتحتوي على فجوه. قلنا كمان الخلايا الالياف الخلايا الحجريه ديت خلايا اسكرانشيميه بتحتوي على النبات بالصلابه والقوه، وديت بتحقق لي هنا شرط اللي هو من شروط الدعامه التركيبيه اللي هي الصلابه وهكذا. الخلايا البرانشيميه دي خلايا غير مغلظه باي ماده، موجود فيها فجوه عصاريه بتدعم لي او بيوجد فيه بتدعم لي الدعامه الفسيولوجيه. يعني الخلايا البرانشيميه هي بتمثل لي الدعامه الفسيولوجيه. الخاصيه الاسموزيه انتقال الماء من تركيز مرتفع، يعني ملح ايه يا مستر؟ يعني ملح قليل. طيب يعني ضغط اسموزي ايه؟ ضغط اسموزي قليل. من قايل لك بقى لما يكون الضغط الاسموزي عالي جوه الخليه يبقى في ملح كتير، يبقى هنا علاقه طرديه ما بين الضغط الاسموزي والملح. امال علاقه عكسيه ما بين الضغط الاسموزي والميه. امال علاقه عكسيه ما بين الملح والميه. تمام. طيب لا تحتوي جميع الخلايا على دعامه فسيولوجيه، عشان الخلايا الاسكرانشيميه ديتي خلايا ميته فما بتستطيعش امتصاص الميه. عمليه البلزمه، يعني ايه عمليه البلزمه؟ يعني عمليه فقد الميه. يبقى انا عندي هنا بفقد الميه بالنتح والبناء الضوئي وعمليه البلزمه في الدعامه الفسيولوجيه، وديت لما بنعمل عمليه انكماش للخليه. ضغط الامتلاء، الضغط الناشئ على الضغط يعني الناتج ايه؟ الضغط الناشئ على البروتوبلازم نتيجه امتلاء الفجوه دي. يعني بمعنى انا مليت هنا الفجوه بالميه، دخلت ميه اكتسبت دعامه فسيولوجيه، ايه اللي هيحصل يا مستر؟ اللي هيحصل بكل بساطه اللي انا هينتج عندي ضغط امتلاء. طيب انا لما بملي الفجوه بالميه ايه اللي بيحصل؟ بتضغط لي على البروتوبلازم. يعني انت لو جبت بالونه ومليتها ميه فبتضغط على الجدار بتاعه. قبل الجدار في غشاء بلازمي، قبل الغشاء البلازمي في عندي هنا هوتي اللي هو البروتوبلازم اللي هو السيتوبلازم والنواه، فيبدا اللي هو يضغط عليهم، يقوم راح ضاغط على الغشاء البلازمي يضغط على الجدار فبيصبح الجدار متوتر. تمام يا شباب؟ تمام. ولما يزيد الضغط الامتلائي بيقل طبعا الضغط الاسموزي. ضغط الجدار هو الضغط الواقع على الجدار لما بيصبح متوتر او بيصبح صلب، يعني بيصبح مشدود. خلايا البشره طبعا زي ما اتفقنا قلنا خلايا فسيولوجيه وتركيبيه، عشان بيترسب على الجدار بتاعي ايه يا شباب؟ بيترسب عليها ماده الكيوتين اللي بتشترك لي في الدعامتين اللي هي الفسيولوجيه والتركيبيه. تعالى بقى نشوف ايه حكايه العلاقات البيانيه دي. اقول لك والله في عندي علاقه طرديه ما بين الدعامه الفسيولوجيه والفجوه العصاريه، بمعنى انا عندي اكتساب للميه، فاذا الفجوه هنا هتكبر، فاذا الدعامه بتكتسب، يعني حاجتين بيكبروا قصاد بعض، فبقى هنا العلاقه عندي طرديه. طيب العلاقه الطرديه ما بين الدعامه الفسيولوجيه وانتفاخ الخلايا، ايوه ما هي لما بقول لك الدعامه الفسيولوجيه وامتلاء الفجوه العصاريه، لان انا عندي هنا الدعامه الفسيولوجيه معتمده على الفجوه العصاريه فبتزيد في الحجم، فيبقوا الاثنين يعني الحاجتين بيعلوا في وقت واحد يبقى طرديه. طيب بالنسبه للاخوات اللي ما يعرفوش الفرق ما بين ايه؟ الفرق ما بين العلاقه الطرديه والعلاقه العكسيه في الشكل البياني. بص يا حبيبي، العلاقه العكسيه اهي، دي علاقه عكسيه، تمام؟ ودي علاقه طرديه، الحاجتين بيزيدوا في وقت واحد. امال دي علاقه ثابته، تمام؟ امال دي علاقه متغيره. لما اعمل كده دي ثابته مع متغيره، دي متغيره بس، تمام؟ يبقى دي علاقه عكسيه وعلاقه طرديه وعلاقه ثابته وثابته مع متغيره، ودي العلاقه ايه؟ المتغيره. انا مش عارف، في طيارات النهارده بتطير وفي ناس بتنادي وفي حاجات. طيب يا شباب، يبقى دوت الفرق ما بين الاشكال. عرفنا الطرديه من العكسيه. اول حاجه اخدنا العلاقه الطرديه ما بين الدعامه الفسيولوجيه والفجوه العصاريه. اخدنا العلاقه الطرديه ما بين الدعامه الفسيولوجيه وانتفاخ الخلايا. الحاجه الثالثه معانا الدعامه الفسيولوجيه ونسبه الميه في التربه. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا الدعامه الفسيولوجيه بتزيد، فانا عندي ميه في التربه، فالحاجتين بيزيدوا في وقت واحد، فخلاص يبقى علاقه طرديه. علاقه عكسيه بقى ما بين الدعامه الفسيولوجيه والبناء الضوئي. ليه؟ لان الدعامه الفسيولوجيه هنا انا دخلتها في النبات فزادت، فالبناء الضوئي يقوم راح ايه؟ مقللها، سحب الميه دي، فحاجه بتزيد وحاجه بتقل، يبقى على طول بحسبها علاقه عكسيه، حاجه بتزيد وحاجه بتقل. الدعامه الفسيولوجيه بتكتسب والبناء الضوئي بيطلع الميه دي. زيها زي ما اقول لك الدعامه الفسيولوجيه والبلزمه، زيها زي ما بقول لك الدعامه الفسيولوجيه والنتح، زيها زي ما بقول لك الدعامه الفسيولوجيه وخروج الميه. يبقى كل ده حاجه بتزيد وحاجه بتقل، يبقى علاقه عكسيه. العلاقه العكسيه ما بين درجه الحراره والدعامه الفسيولوجيه. ما هو درجه الحراره دي من ايه؟ من النتح. وانا لسه قايل لك الدعامه الفسيولوجيه بتكتسب يعني بتكبر في الخلايا، والنتح بيفضي يعني بيقلل، يبقى حاجه بتزيد وحاجه بتقل، يبقى علاقه عكسيه.
علاقه عكسيه ما بين الضغط الاسموزي خارج الخليه والدعامه الفسيولوجيه. ايوه، لان الضغط الاسموزي خارج الخليه هيكون قليل، وعندي الدعامه الفسيولوجيه كتير في التربه، فانا عاوز الضغط الاسموزي هيعلى في الملح الكتير، وانا عندي هنا هو الدعامه الفسيولوجيه فيها ميه كتير وملح قليل، يبقى انا عندي ضغط اسموزي قليل، عندي ضغط اسموزي قليل ودعامه فسيولوجيه كتير، يبقى حاجه ازاي؟ حاجه قليله وحاجه كبيره، يبقى علاقه عكسيه. العلاقه الطرديه ما بين ضغط الامتلاء والضغط الاسموزي. ليه؟ لان لما ضغط الامتلاء بيزيد، ضغط الاسموزي في التربه يعني ايه؟ صلي بينا على النبي. العلاقه الطرديه لما انا بزود ضغط الامتلاء انا بدخل ميه، وفي نفس الوقت في ضغط اسموزي عالي، يبقى انا هنا بس خلي بالك لما بيزيد ضغط الامتلاء بيقل الضغط الاسموزي. بس انا بقول العلاقه يعني بكل بساطه، انا عندي في الخليه هنا اهو، في الخليه ضغط اسموزي عالي، وانا عشان ادخل ميه يعني بعمل ضغط امتلاء، فبضغط بضغط يا شباب، بضغط بضغط الامتلاء في حاله وجود الضغط الاسموزي عالي، فبنقول هنا العلاقه طرديه. تمام. ضغط الامتلاء انت كده بتزود تركيز الذائبات في التربه، فبتزود الضغط الاسموزي. يعني بكل بساطه انا هنا بزود الذائبات اللي هي ايه؟ اللي هي سواء كانت الملح او السكر، بزودها في التربه، فايه اللي بيزيد معايا؟ الضغط الاسموزي. ليه؟ لان الضغط الاسموزي والذائبات علاقه طرديه، اللي هو الذائبات دي اللي هي كلمه الملح او السكر. تمام. فالعلاقه هنا بنقول طرديه ما بين ضغط الامتلاء وما بين الضغط الاسموزي. طيب العلاقه الطرديه ما بين توتر جدار الخليه والدعامه الفسيولوجيه، لان انا مش هوتر، انا مش هزيد مش هشد الجدار ده، مش هخليه متوتر الا في حاله اكتساب الدعامه الفسيولوجيه، فيبقى الجدار والدعامه الفسيولوجيه وحجم الخلايا والفجوه العصاريه علاقه طرديه. خلي بالك بقى من شويه المحاليل، صلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي نواتي في المحاليل عندي 3 انواع، عندي مركز وعندي مخفف وعندي متعادل. طيب انا جبت خليه وحطيتها في محلول مركز وحطيتها في محلول مخفف وحطيتها في محلول متعادل سواء كانت خليه نباتيه او خليه حيوانيه مش هيحصل حاجه. تمام. المخفف ده هوتي يعني بكل بساطه نسبه الذائبات فيه قليله والميه كتير، فانا لما اجيب خليه وادخلها في المخفف هتزيد في الحجم وتكتسب دعامه فسيولوجيه. طيب ديت بالنسبه للنباتي بقى محلول مخفف نسبه قليله جدا من الذائبات وكتير في الميه، فانا لما اجيب في خليه اذا هتزيد في الميه، اذا هتزيد في الدعامه الفسيولوجيه، يبقى ديت بكل بساطه المخفف. طيب لو جبت خليه حيوانيه وحطيتها في المحلول المخفف، ايه اللي هيحصل عندي؟ لا يحصل عندي اللي الخليه الحيوانيه هتنفجر، ولما تنفجر يا مستر، انفجرت ليه؟ هقول لك انفجرت بكل بساطه لانها لا تحتوي على جدار، مفيش جدار اصلا في الخليه الحيوانيه، فهي بكل بساطه مفيش حاجه تصد الميه، فهتنفجر من المحلول المخفف لانها محلول عالي في التركيز، عالي في الميه، عالي في تركيز الميه. تمام. وقليل في التركيز بتاع الذائبات. طيب محلول مركز يعني عالي في الذائبات وقليل في الماء، فبكل بساطه انا لما احط المحلول المركز على الخليه ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هتنكمش، يعني هتفقد لي الدعامه الفسيولوجيه. دي الحته بتاعت المحاليل. طيب تعالى ركز لي بقى في الشكل اللي هو الشكل ده هو معانا، لان ده مهمه جدا 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 جدا. ايه الفرق يا مستر ما بين ال3 خلايا دول؟ الفرق ما بين الخليه المنتفخه والخليه العاديه والخليه المنكمشه. بص يا عم صلي بينا على النبي. الخليه المنتفخه ديتي وضعت في محلول منخفض الاسموزيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني محلول منخفض، لسه قايل لك ميه كتير وملح قليل. طيب او الخلايا المنتفخه دي اتحطت في ماء مقطر. يعني ايه ماء مقطر يا مستر؟ يعني ماء مقطر دهوتي يعني خالي من الذائبات، مفيش ذائبات خالص، ولا في ملح ولا في سكر. تمام. طيب انا حطيت هنا الخليه في محلول منخفض او محلول مخفف، او ممكن يجي لي ماء مقطر. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هتزيد في الحجم بتاعها، تزيد عن طريق اكتساب الدعامه الفسيولوجيه. بكل بساطه دخلت الميه، زودت الحجم، خليت الجدار متوتر ومشدود. طيب الخليه العاديه يا مستر، الخليه العاديه ديت اتحطت في محلول متعادل،
يبقى بكل بساطة هنا هوتي بكل بساطة متساوي في الاسموزية بتاعته، يعني الملح والميه بتاعته متساويين، فما بيتغيرش حاجه من الشكل بتاعها. طيب الخليه المنكمشه يا مستر اللي هي دهيتي، انا عاوز اكبرها شويه عشان خاطر تشوفوها. الخليه المنكمشه دهيتي يا مستر، الخليه المنكمشه دهيتي اتحطت في محلول مركز، فعشان كده بقى طلعت الميه اللي جواها، عشان هنا اتحطت في تركيز عالي جدا من الذائبات. تمام، يبقى ده الفرق ما بين الخلية المنتفخة والخلية العادية والخلية المنكمشة. وباسمك اللهم نخوض حربا جديدا بإذن الرحمن. وبكده يا شباب ان نكون بفضل الرحمن خلصنا الدعامة في النبات وكل الملاحظات بتاعتها. كل اللي انا محتاجه منك دلوقتي اللي انت ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تدعي دعوه في التعليقات، وما تنساش برضو تدعي دعوه من قلبك كده في قيام الليل وانت بتصلي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده انتهينا بفضل من الرحمن، انتهينا من شرح الدعامه في النبات. باذن الرحمن يوم الثلاث الجاي هتلاقوا شرح الدعامه في الانسان الجزء الاول منه باذن الرحمن يوم الثلاث. الحصص بتاعتنا جمعه وثلاث على اليوتيوب. بالتوفيق يا شباب، واشوفكم بخير باذن الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي، بحبك في الله.